سوق العربيات المستعمله في مصر بقى في حاله يرثى لها، بقى عامل زي المسرحيه الهزليه العبثيه كده، الاتنين في نفس ذات الحين. وده طبعا ليه كوكتيله من الاسباب. الاسباب دي زي ايه يا باشا؟ عندك ازمه الدولار اللي كلنا عارفينها طبعا، وارتفاع سعر العربيات الزيرو، وده بيعتبر سبب رئيسي، بس سبب رئيسي فرعي مش سبب رئيسي اساسي. السبب الرئيسي الاساسي بالنسبه لي يا جدعان هو احنا. يعني ايه يا باشا؟ ايوه يا باشا، احنا اللي عاملين في نفسنا كده، واحنا اللي مدشملين الدنيا في سوق العربيات. الواحد من دول يبقى معاه عربيه هزيانه وما تسواش جنيه، وهو قاعد مفكر نفسه منصور شيفورليه ولا غبور، ويروح طرش في العربيه سعر خزعبلي. يسكت على كده؟ لا، ينشر العربيه على جميع منصات التواصل الاجتماعي. واحد تاني يخش مع نفس العربيه وعاوز يبيعها، فيشوف السعر الخزعبلي ده، يسكت؟ لا، يقول لك انت عربيتك مش احسن من عربيتي، يروح مزود على السعر الخزعبلي سيكا كمان. يجي بقى المغفل الثالث اللي بينفذ وبيشتري بالسعر الخزعبلي ده، فبيثبت سعر العربيه على هذا الوضع، تبقى عربيه ما تسواش جنيه ثمنها مليون جنيه. النوع الثاني بقى اللي مش فاهم ولابس في عربيه شمال وعاوز يخلص من العربيه دي، فيخش يكتب لك مواصفات ان العربيه دي فابريكه الفباريك وما فيهاش لقطه، وانت تتصل بيه يا باشا تقول له يا باشا انا جاي لك من سفر 200 300 كيلو، يقول لك يا باشا العربيه على المفتاح. تروح تتفرج على العربيه يا باشا تلاقيها رشه دواخل ورشه خوارب واخده خبطه يمين واخده خبطه شمال، والعربيه حالتها على الله. طب انت ليه يا باشا تشتغلني؟ انت مفكرني بيه يعني مش هعرف افرز العربيه ومش هعرف اطلع العيوب اللي فيها؟ وبعدين يا باشا حتى لو العربيه ليها عيوب فكل حاجه بثمنها. ما ينفعش عربيه معيوبه ورشه دواخل تبقى بنفس سعر العربيه كسر الزيرو او العربيه اللي حالتها نظيفه في امريكا. تالت حاجه بقى اصحاب المعارضه اللي انت رايح تبيع لهم، ودول لوحدهم قصه وحكايه. يبقى انت رايح له بعربيتك كسر الزيرو الفابريكا اللي ما فيهاش غلطه، يروح مطلع لك قلم المغناطيس ويقعد تك 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 على العربيه، ما يلاقيش فيها غلطه، بس هو عايز يطلع اي فيلم واي حوار عشان يوقع ثمن العربيه. يقول لك بقى الفرده اللي ورا مريحه، اصل البطاريه عايزه تتغير، اصل الرخصه لسه فاضل لها سنه وعايزين نجدد الرخصه. يخترع لك اي فيلم واي حوار عشان ينزل من ثمن العربيه ويخسف بسعرها الارض. تيجي انت بقى يا باشا تروح تشتري منه نفس العربيه، يديك بقى ايه اللي انت ما تحلمش بيه. العربيه دي جايه من القمر يا باشا، وبتمشي بطاقه نوويه ما بتعطلش، ورخصتها ماشيه معاك 100 سنه قدام، يروح شحطك سعر في السما فوق. طب ليه يا باشا انت ماشي بذمتين؟ وانت طبعا يا باشا من حقك تكسب، بس هد الدنيا يا باشا كده واكسب بالمعقول، مش لازم تحط الناس على المشحطه، الناس فيها اللي مكفيها. وطبعا انا هنا يا جدعان كلامي مش على الكل عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه، انا كلامي لفئه معينه، لان في تجار وفي ناس قمه في الادب والاخلاق والتعامل وبيرضوا ربنا في شغلهم لابعد الحدود، بس للاسف السيئه بتعم والحسنه بتخص.